سلام لوزات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملات بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والجمال. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم ويس استيتيك، البلاصة فين كنهتموا بكل ما كيخليك مكمولة ومجملة. بما أن العيد قرب وعارفة باللي كل وحدة فيكم باغية ديك الحنة تجي عاطية العين وتواتي دوك اليديدات، فاليوم غنهضروا على واحد الموضوع كيهمنا كاملين: كيفاش نطولوا الأظافر ديالنا ونردوهم قاوين كيشعلوا وما كيتهرسوش من أول شقاوة ديال الدار. أول حاجة يا لالا، باش يكونوا عندك أظافر بحال ديال الأميرات خاصنا نبداو بواحد الوصفة سحرية ومجربة مني شخصيا. غتاخدي ليا واحد الدرس ديال الثومه، حكيه مزيان وكنزيدي عليه معلقه كبيره ديال زيت الزيتون وشويه ديال عصير الحامض. هاد الخليط راه بومبا ديال الفيتامينات. غتصيفي صبيعاتك واحد 10 ديال الدقائق وانتي كديري مساج خفيف للأظافر والجوانب ديالهم كيوتيكلز. الثومه كتقوي، الزيت كيرطب والحامض كينقي اللون ويحيد داك الصفوريه. ديريها 2 مرات في السيمانه وتفكريني غتولي عندك القوه واللمعان اللي كتحلمي به. ودابا خليني نهضر معاك على العنايه اليوميه، حيت الوصفه بوحدها ما كافياش الا كنتي كتكرفسي عليهم. شوفي يا الفنه، ملي تبغي تبردي اظافرك بردي في اتجاه واحد، ما تبقيش غاده جايه بالبرد، حيت هكا كديري شقوق مجهريه هي اللي كتخلي الظفر يتهرس دغيا. وحاجه اخرى مهمه، الترطيب. كيف ما كترطبي وجهك، صبيعاتك حتى هما محتاجين زيت اللوز المر او غير فازلين قبل ما تناسي، باش يبقاو دوك الجوانب رطبين وما ينوضوش لك دوك القشور الصغار اللي كيبرزطوا. ونجيو دابا لواحد النقطة اللي بزاف منكم كينساوها، وهي الوقاية. ياك انتي حادكة وكتقابلي الشغل؟ راه الماعن والمنظفات هما العدو الأول ديال الظفار. دوك المواد الكيماوية كينشفوا الظفر ويردوه هشيش بحال الورقة. داكشي علاش ليغون أو ليكا ديال الشغل خاصهم يكونوا هما صحاباتك الروح بالروح. لبسيهم قبل ما تقيسي الماء والجافيل، وحافظي على يديداتك من التكرفيس، راه اليدين هما لادريس ديال الأنوثة ديالك. ونصيحة أخيرة من أختك، حاولي تنقصي من الصباغة بزاف هاد الأيام قبل العيد، خلي الظفر يتنفس ويشرب دوك الزيوت اللي كديري ليه، وشربي الماء مزيان وكلي الخضروات، حيت الجمال كيبدا من الداخل وكيبان على برا. تهلاي ليا في راسك وفي دوك اليديدات باش في العيد تكوني لهم ومولاتهم، والحنة تطلع لك تيزانية ومعتبرة. ايوا يا لالا، وصلنا للنهاية ديال الفيديو ديالنا، كنتمنى تكوني استفدتي من هاد الأسرار اللي شاركت معاك اليوم. شوفي يا الفنة، يديداتك هما العنوان ديالك، فما تعكزيش عليهم وخليهم ديما منورين بحالك. وقبل ما تمشي وتخلينا، ما تنسيش تشتركي في قناتك ويساستاتيك وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد ناضي كيهمنا حنا البنات. وإذا عندك شي صاحبتك عزيزة وغالية وبغيتيها حتى هي تزيان وتولي حادكة في العناية براسها، صيفطي ليها هذا الفيديو وبارطاجيه معاها. راه هاد القناة هي الدار الكبيرة ديال كل أنثى كتقلب على الجمال، الأناقة، الحوايج وكل ما كيخليك ملكة في دارك وعند راسك. خليت لك الراحة يا الغزالة، ونتسنى نشوف تعليقك لتحت، قولي لي شنو بغيتي نهضروا عليه المرة الجاية. تهلاي ليا في راسك.